السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخواتي الكريمات، ان شاء الله تكونوا كاع بخير على خير. ودخلت على خواتاتي بهذا الفيديو بالصحة ولهنا ان شاء الله ويا ربي بالخير. المهم قبل ما نبدا الفيديو تاعي، الصلاة والسلام على النبي المختار. حباباتي، اللحم هذا اللي راني حاطته هنايا قدامي اللي راه يتباع عند الباشا نتاع 120 ميل نتاع لامبورطاسيون. سمعت عليه بزاف، كاين اللي قالوا فيه حاجه مليحه، كاين اللي قالوا فيه حاجه ماشي مليحه، كاين اللي قال لك يطيب زبده، كاين اللي قال لك كي لاستيك يتطوط وما فيه ما يسوى ما يصلح. المهم اليوم قررت نشريه ونجربه ونحكي معاكم شويه ونعطيكم كيما يقولوا تجربتي الخاصه. هذا جبته من البوشي، هاد لي دو مورسو كيما هكا. بون يوزن لك على حسب ما بغيتي وعلى حسب المبلغ اللي راه عندك. المهم هو يدير 120 ميل للكيلو. نبدو على بركه الله. بون الحاجه الاولى اللي نديرها بيان سور نغسله ننظفه نشله شويه. واش نعرفوا يرفدوا بيديهم ويرفدوا زعما شويه غير بنادم نشله هكا شويه. بون ها اللحم تاعي بعد اللي نظفته. درك انا غادي ندير ان مورسو ندسه. نوجد لا كوكوط تاعي. هنا راني دايره شويه تاع السمن، ندير واحد حوالي 2 مغرفه تاع الزيت. ندير البصل وندير اللحم تاعي نخليه يتقلى. دوكا طياب كل وحده كيفاش طيب ولي زيبيس كل وحده واش تستعمل. حنا في الجزائر كل منطقه طيابها يختلف على منطقه واحده. الحريره نديروها ب20 طريقه ولا 30 طريقه، الطعام كذلك، تبقى كل وحده واش موالفه لي زيبيس تاعها. انا الهدف تاعي من هذا الفيديو ان نعطيكم كما نقولوا الراي نتاعي في هذا اللحم، الا طياب وبنين ولا مشي طياب ومشي بنين ونجتنبوه. بون انا غادي ندير شويه تاع الملح، فلفل الكحل، كركم، زنجبيل، وشويه فلفله حمراء حلوه تعطيني ديك لاكولور. هو دائما اللحم الاحمر يقول لك ما تكتريلاش لي زيبيس، ماشي كيما الدجاج صامت صح. اللحم الاحمر دو بريفيرونس ما تكتريلاش لي زيبيس. نقلي عادي. راني رفد التليفون بيد ونصور بيد عليها، راني شويه مديرونجيه. المهم ها اللي الصوره واضحه. كما قلت لكم لي زيبيس تختلف حنا عندنا من منطقه لاخرى وكل وحده كيفاش تبغي ماكلتها. نزيد مغرف تاع لا طوماط كونسونطري ونقلي مليح. قلي مليح، سر الطياب في التقليه، طيه وقته في التقليه تا داك البصل كاع يطيح. والان بعد اللي تقلى لي مليح حوالي 10 دقائق نزيد الماء. بسم الله. والماء دو بريفيرونس ديري الماء حامي ما سخون باش اللحم تاعك ما يديش هذاك الشوك. هذا مكان ما تكتريش، تعلمي ما تكتريش الماء في لاكوكوط تاعك باش تجيك ديك المرقه مجمره وبنينه. بالله عليها دركا حوالي نصف ساعه ونعاود نحل نشوفها. بون فوالا ها اللحم بعد اللي طاب قلعته. بون ماشي لا طاب زبده، طاب فوق الزبده زعما ما شاء الله. ها الصوره راها قدامكم. بسم الله. الذوق تاني ما نقول لكم استعمل حق الحق.
والمرقه تاعي ها هي. انا بعد اللي فاتت نص ساعه حليت رميت الخضره نتاعي. بون نوريكم لاصوص كي جات خاطره. ها شوفي لا كولور ما نقولكش. المهم احنا الفيديو تاعنا مركز بوكو بلوس على اللحم كما قلت لكم. زبده زبده زبده. اللي بغات تجربه وما تندمش. تاكلوه بالصحه والهنا والعقوبه. لا فيديو الجايه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.